اهلا بيكم في قناه طبخه وفكره. الفيديو النهارده مليان افكار، ان شاء الله هتطلعي مستفيده. لو انت في المطبخ وعايزه تسندي التليفون على حاجه، تسمعي حاجه، تشغلي قران، شغلي اللي انت عايزاه. بتجيب 4 مشابك، مشبكين بتحطهم كده بالطول ومشبكين كده بالعرض من تحت، كده عملتي احلى سناده للتليفون وامان. لو عجبتك لايك وشير. الفكره التانية النهارده، لو عندك مساكه زي ما انت شايفه، والاحسن تكون سيليكون يعني هتكون اقوى، بتحطي فيها نص الليمونه وبتتك عليها من جنبين، بتعصري الليمونه بمنتهى السهوله. الفكره الثالثه معانا النهارده، لو عندك غطا زي ده اللي هو غطا ازاز اللي هو اللي بيبقى فاضي ده، بتاعه المنظفات، بتغسليه كويس وتحطي فيه ازازه الخل، ازازه الزيت، ازازه اي حاجه، بتقدري تنزلي الكميه اللي انت عايزاها من غير، بتبقى متحكمه من غير ما تهدري اي حاجه. لو عجبتك لايك وشير. لو انت عايزه تنخلي دقيق، بتقدري تجيبي كوبايه كده وبتقلبيها في المصفى او في المنخل، بتنخلي الدقيق بمنتهى السهوله من غير ما تنيلي الدنيا حواليكي. لو عندك ازازه كبيره زي ما انت شايفاها كده، بتقدري تقسميها اتنين، بتستفادي بفكره ممتازه هتشوفيها دلوقتي. هتجيبي قعر الازازه زي ما انت شايفه، وتسخني شوكه، بتسخنيها جامد عشان هي ما دخلتش معايا بسهوله، بتسخنيها بتخرميها كده وبتحطيها كده، عملتي صفايه حوض ممتازه. ومن ما فيش بتحطي فيها الاكل كده، بتنزل الميه وبتحتفظ بالاكل بدل ما تسد الحوض. لو عجبك الافكار، لو سمحتوا اعملوا لايك وشير.